اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن احمد دودار. يعني احمد دودار ده هيقعد يتكلم عن النادي الاهلي كلام بشع جدا عن النادي الاهلي، وهو دايما الاهلي عامل له مشكله، يعني حقيقه عامل له مشكله جامده قوي. وطبعا هو بيحب يسير الجدل، بيحب التعصب وفتنه جدا جدا، بيحب يقول كلام منتهى التعصب فتنه، وغريبه جدا بيطلع في الاعلام ازاي وهو مشاهدينه بيعمل تعصب فتنه. انا ما اعرفش يعني ازاي واحد بيطلع امام مشاهدينه بيعمل تعصب فتنه في الرياضه المصريه. فاللي زي ده كاره وحاقد وغلاوي تجاه النادي، لان النادي الاهلي عمل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه. فاللي زي ده بيحب يسير كده بكلامه وبيحب الترند والله. طبعا احمد وداد طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي الاهلي، كلام غير محترم عن النادي الاهلي، كلامه بينم عن التعصب فتنه. فطبعا هو بيقول كلامه كله كذب وافتراءات على النادي الاهلي. طبعا بيقول حاجات اصلا مش موجوده، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فضل على لاعب المرض نفسه عمله تعب نفسه ده من سنين يعني. طبعا احمد وداد طبعا هو ب 100 وش متراوم، ما عندوش شخص، ما عندوش مبدا في حياته نظام منافق ومدرس كذاب وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر تجاه النادي الاهلي عمل مشكله وعمل عقده من سنين لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في بجد والله العظيم حاجه في منتهى الكذب، حاجه في منتهى الكذب وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا معايا كده. الاهلي خرج عن السيطره في اوضه اللبس. بالنسبه لي الرقم بتاع زيزو ده رقم يخض. لو انا من اداره النادي الاهلي كاحمد دودار، انا اجيب زيزو واطلعه اعاره يروح اي نادي خليجي واستفاد من وراه من الناحيه الماديه، لان الرقم ده هيعمل مشاكل جوه اوضه اللبس. وافتكر الكلام ده، اوضه اللبس هتكون خارج عن السيطره. يعني والله ده ايه الكذب ده ايه الكذب ده ايه الكذب ده والله كلهم باي طلعوا اي اشاعه، يعني بيطلعوا اي كلام. كله قبل كده برضو طلع على امام عاشور، طلع على اشرف بن شرقي، وطلعوا على ناس كتير جدا يعني اللي جايين الهجوم الاهلي. طلع يقول لك ان زيزو هيعمل مشكله في، قالوا برضو على اشرف بن شرقي برضو كده، وقالوا على امام عاشور كده كميه كذب وحقد تجاه النادي. طلع بيقول لك ان هو يعمل مشكله في اوضه اللبس، وبيقول لك لو هو مكانه هيطلعوا. يعني ده شيء ما يخصكش يا احمد ودول، انت لو مكانه طبعا عشان انت زيزو وجعك، هو زيزو وجعك يعني بن شرقي ودودار وامام عاشور واجعينك قوي. ده غير زيزو وجعك اول لوحده بقى، ده وجعك. عشان كده انت بتقول لي يطلعوا اعاره عشان يعمل مشكله في اوضه اللبس. هو انت بتقول بيعمل مشكله في اوضه اللبس عشان هو وجعك. صفقه زيزو اللي جاي الاهلي وجعك قوي يا احمد دودار. فانت الاهلي وجعك اصلا، وفي لعيبه، وزيزو برضه وجعك قوي ومضايقك جامد قوي قوي يعني. فطبعا احمد دودار طبعا بيحب يسيل الجدل في كلامه وهو منتهى تعصب فتنه. فانت لما تيجي تقول كلام كده، ده انتوا عندكم اوضه لبس، عندكم مشاكل قد كده، عندكم مشاكل قد كده. فاللي بيقولوا الكلام ده كله كذب في كذب، هو بس هدفه ان هو عايز يعمل اي، يعني عايز يقول اي ترند ولقطه، عايز يطلع اي كلام كده وخلاص. كميه كذب وحقد واتجاه النادي الاهلي، عايز يعمل اي مشكله في النادي الاهلي. لكن الاهلي ما فيش مشاكل ولا هيبقى فيه مشاكل عشان بسبب ولا في الكلام ده. بس هو زيزو وجعه قوي ومضايقه قوي. طبعا هو احمد دودار بيحب الترند واللطف. فاحمد دودار طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. احمد دودار اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للاهلي انسى وارجع فرحان اهلي كسبان.